يا أهلا يا أولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا نقعد حواليا ونسمع الحكاية مع بعض. كان يا مكان في بيت صغير في آخر الشارع، كان فيه ولد اسمه عمر. عمر كان ذكي وشاطر، لكن كان بيخاف جدا من أي صوت أو نور مطفي. كل ما يسمع صوت الباب بيزيق يقول ده أكيد عفريت، ولما النور يقطع يستخبى تحت البطانية ويقول أنا سامع صوت غريب، العفريت جاي. في يوم راح عمر ينام عند جده، وجده حكيم لاحظ إنه خايف، سأله وقال له مالك يا عمر؟ قال عمر يا جد في صوت في الدولاب، يمكن فيه عفريت. ضحك جده حكيم وقال له طب تعال نفتح الدولاب سوا. فتحوا الدولاب، لقوا لطة نايمة جواه. قال جده حكيم شايف اللي بنفتكره عفريت بيكون حاجة عادية جدا. وفي يوم تاني عمر سمع صوت عالي في المطبخ، جري وقال العفريت جه تاني. جده قام معاه، لقوا كوباية وقعت من على الحوض. جده بصله وقال كل الحاجات اللي بتخوفنا بنكتشف إنها ما فيهاش حاجة، ما فيش حاجة اسمها عفاريت، في حاجات إحنا مش فاهمينها فبنخاف منها، لكن الحقيقة إنها مش بتخوف خالص. من يومها عمر بطل يخاف، وبقى لما يسمع صوت يفكر ويشوف الأول قبل ما يتخيل، وبقى يقول أنا شجاع وأنا عارف إن العفاريت مش حقيقية. وخلصت حكايتنا يا أولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي،